السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله وبصحيحه وعافيه ان شاء الله. المهم اليوم كما كتشوفوا من العنوان كيكه بلا كريم. وهذا ما كان البنات. بقاو معايا باش نعطيكم المقادير. اول حاجه كنحتاجوا 3 ديال البيضات يكونوا كبار، وإلا كانوا صغار من الاحسن استعملوا 4. قبيصه ديال الملحه، 2 كيسان ديال العنبه ديال سنيده، 2 خمارات حمر، كاس ديال الزيت ديال العنبه، مهم كنعبر بكلشي بالعنبه، كاس وربع ديال عصير ديال المندرين، راه وقيتو هذه. وغادي نحتاجوا معلقه ولا معلقه ونص ديال الخل، وغادي نحتاجوا 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. هذا ما كان البنات. ودابا غادي نبداو بالطريقه، كل واحد والطريقه ديالو. مهم اول حاجه كنبدا بها هي كندير 3 ديال البيضات ديالي، وغادي ندير معاهم 2 كيسان ديال سنيده. مهم درت 3 ديال البيضات، وراني قلت لكم انا عندي البيضات كبار، اللي كان عنده بيضات صغار من الاحسن يستعمل 4. وغادي ندير 2 كيسان ديال سنيده، وغادي نبدا نضربهم حتى يطلع الخليط ونرجع معكم. المهم البنات، من بعد ما ضربنا البيض والسنيده، دابا غادي نزيدو الكاس وربع ديال العصير، كاس وربع قلت ماشي ونص، وربع. المهم غير باش تكونوا باش ديروا العبار اكزاكت. غادي نديرو كاس ديال الزيت، وغادي نديرو القبيصه ديال الملحه. هانتوما غتشوفوا غير راس معلقه شويه، غير باش ما كتبقاش ديك الزفوريه ديال البيض وهذا. صافي البنات، وغادي نولي نضربها عاوتاني حتى يتجانس لي الخليط ونرجع لكم. المهم بنات، هنا من بعد ما تجانس الخليط وانا كنضرب، غادي نجيب الدقيق ديالي وغادي نبقى نضيف شويه بشويه. المهم حتى نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي، 3 ديال الكيسان ونص. المهم غادي نخلط داكشي ونرجع لكم. صافي البنات، من بعد ما كملت الدقيق ديالي خليت غير شويه باش نديرو الطاجين. دابا غادي نزيد دوك 2 ديال الخمارات حمر، ومن الاحسن البنات ما ديرهمش من الاول ولا ما ديرهمش مع الدقيق، كتخليوهم هما التالي، لان ما كيبغيوش باش تضربوهم بزاف. راكو عارفين الخماره الا تضربات صافي كتمشي لهذيك الجهد ديالها، ما كتطلع لكمش الكيكه ديالكم. وهذا ما كان البنات. مهم من بعد ما درت سميتو، دابا غادي نزيدو المعلقه ديال معلقه ونص بحال هكا ديال الخل. صافي غادي نضربو غير شويه، غير بلا ما تدخل ديك الخميره وداك الخل في الكيكه، في العجين وهذا. صافي ونريدو، ما غاديش نضربها بزاف، غير واحد شويه. وهذا ما كان البنات. مهم بنات، دابا اي مول انا مهم بعد غادي نقطعها، وهذا درتها غير في الطاجين. نتوما ديروها في اي مول اللي بغيتو تخليوها غير عاديه. كنجيبوا المول ديالنا وغادي ندهنوا بالزبده، وغادي نرش عليه الدقيق. مهم هذا ما كان البنات، غير دهنوه بالزبده مزيان، من الاحسن مزيان، وترشوه بالدقيق. ونخليكم حتى نرجع لكم من بعد. من بعد ما دهنا الطاجين ديالنا بالزبده ودرنا الدقيق، من الاحسن غادي نعلي يدي مزيان، عاد نخوي الكيكه ديالي.
باش كتجي طالعه وصافي. هذا ما كان البنات. وغادي نخليكم مهم الفران ما كنشعلوش من قبل حتى كندحي الطاجين ديالي او المول ديالي وسط الفران، يعني الفران كيكون بارد وكندير المول ديالي عاد كنشعل الفران عليه صافي وكنخليوها. مهم انا بالنسبه للفران فران عادي كطيب لمده ديال 30 دقيقه، يعني بالضبط كنلقاها طابت، ما كنحلش عليها حتى كتفوت المده ديال 30 دقيقه. نتلاقاو من بعد ما طيب ان شاء الله. المهم بنات هنا من بعد ما طابت لي الكيكه راه تحمرت شي شويه ولكن ماشي مشكل، غندرك بلا كريم. هنا كنحتاجوا لا كريم ديالنا وغادي نحتاجوا البنان والشكلاط يعني حكيتو، يعني كل واحد شنو يدير. المهم هاد الكريمه هذه اللي بغاها راني كنت درتها في واحد الفيديو قبل، ارجعوا ليها ولا سميتو ولا نعطيكم المقادير ديالها. المهم هنا جبت يعني الحاجه فين غادي تحطوها. انا جبت هاد الطبسي هذا يعني فين غادي نديرها فيه صافي، وغادي نقطعها يعني على بارو. وحتى هذوك الجناب البنات غادي نحتاجوهم، غادي ندير بهم، غادي نزيد بهم طبقه في الوسط. مهم خليكم مع الفيديو غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. المهم انا غادي نقطعها وهانتوما معايا، خليكم مع الفيديو. المهم البنات كما كتشوفون بعد ما قطعت الكيكه ديالي، المهم راكم شفتوها ديك الدائره قطعتها على زوج، وهذاك الطرف اللي المهم الجناب اللي بقاو لي غادي نزيد بهم طبقه في الوسط، يعني غادي غير نديبانيهم طبقه يعني ما غاديش تبان، غادي تكون في الوسط. وهذا مكان البنات. المهم دابا غادي نوجد البنان، غادي نقطعو على شكل دوائر ولا قطعوه مربعات. المهم غادي غير باش نزيده لداخل باش تكون فيها شي حاجه وصافي. هذا مكان البنات. المهم خليكم مع الفيديو نوجد البنان ونرجع لكم. المهم البنات من بعد ما قطعت البنان، المهم انا درتو على شكل دوائر صافي. دابا غادي نبدا نوجد الكيكه ديالي. المهم اول حاجه هي كندير الكريمه وكتسرحوها يعني مزيان وهذا وصافي. هذا مكان. وغادي ندير الطريفات ديال البنان وغادي نرش بالشوكولات صافي البنات. وغادي نبقى هكا ندير الطبقه الاولى والطبقه الثانيه حتى الطبقه الثالثه. المهم هانتوما مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التزيين كيفاش دايره، وكل واحد يعني باش كيبغي يعمرها، كل واحد باش كيبغي يصايبها. وهذا ما كان، خليكم مع الفيديو.
المهم البنات هذه هي الطبقة الأخيرة. مهم غادي نسرحها مزيان وغادي مهم كندير الطبقة الأخيرة يعني كتكثروا فيها شوية. غادي نصايبها مزيان. مهم غادي ندخلها للثلاجة واحد المدة ديال ساعة ولا حتى 2 سوايع بحال هكا بلا ما تشد ديك الكريمة يعني تشد راسها مزيان. صافي البنات وغادي نخرجها يعني غادي نزوقها من الفوق يعني هكا غير بشي حاجة. وهذا ما كان. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا كي جات. خليكم مع الفيديو. المهم بنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. المهم انا من الفوق درت لها غير الشكلاط محكوك ونخرجتها من الثلاجه ودرت لها طريفات ديال البنان. حتى كتبغيو تقدموها بطبيعه الحال ديروا البنان باش ما يكحاش ووجدت معها عصير ديال الكاكي. وهذا ما كان البنات. كنتمنى تعجبكم الكيكه ديالنا. ما تنساوش الا عجبتكم ديروا لايك وكومونتير وسبسكرايب وباي باي عليكم فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.